زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبابنا الكرام. حديثنا اليوم توصيات عن الحسد والعين والسحر، مجرد أمور وقائية ننبه الناس عنها، وبالنهاية دائما وأبدا الله عز وجل يحفظنا وإياكم من كل مكروه، لكن الإنسان مطالب أنه يأخذ بالأسباب. حكينا بالدرس الماضي إنه أي إنسان تشك عنده حسد أو بيصيب بالعين بده يزورك بالبيت، يعني أنت مضطر تستقبله بالبيت، فاتصل عليك قال له أنا جاي لعندك. أول شيء طبعا بعد الأذكار والتحصين، أذكار الصباح والمساء هاي اللي لازم ما نقطعها، هي حماية للإنسان. بعد هذا الأمر حكينا كيف نحن نقرأ على ماء ونحط ببخاخ تبع حلاقين أو بخاخ كولونيا. هذا الإنسان بده يجي لعنا، نحن بنعرف أو بنشك فيه إنه بيصيب بالعين، عنده حسد وما أكثرها، يعني هاي القصص. فمنرشرش البيت بماء مقروء عليه قبل ما يدخل لعنا هذا الحاسد، مع أذكار الصباح والمساء. نقطة ثانية مهمة، موضوع الثياب. وكثير في من الأخوات بتلاقي هي شافت فستان عند رفيقتها، جارتها، قرايبتها، تحب تستعاروا منا فستان، تفريعة، كنزة، قميص، بنطلون. هذا ممنوع، ممنوع نهائيا، لا منعير ولا منستعير. طيب البعض يسأل إذا أنا عندي ثياب بدي وزعهم شو لازم ساوي؟ هاي نقطة مهمة طبعا. أول شيء يفضل إنه نحط مي وملح وبنغسلهم بدرجة حرارة عالية، ننشرهم بالشمس، خلي الشمس تطرقهم من الصبح للعشية، بعدين بنشيلهم، بنحطهم بكيس ونتصدق فيهم لوجه الله تعالى. المهم ما تكون ريحتنا فيهم، بنكتر دواء غسيل، بنحط معهم ملح، وتكون حرارة عالية. بعدين مثل ما حكينا نتركهم بالشمس بفترة الظهر خصوصا بالصيف لحتى تروح ريحتنا منهم، لأنه مثل ما بتعرفوا كتير يعني أحد أنواع السحر، وكتير هاي بتصير إنه بياخدوا شيء من أثره للإنسان. إحدى المرات في إنسانة متفاهمة متآلفة، الزوجة بيحبها وبتحب زوجها، وعايشين بتآلف وانسجام وعايشين حياتهم جميلة جيدة، لحتى مرضت هي الإنسانة وطلبوا راقي شرعي ورحنا لعندهم. فطبعا اتضح لنا إنه مأخوذ من أثره، ونصحناهم يقرأوا على ماء ويغتسلوا منه، لبين ما تبين لهم مين يلي آخذ من أثرهم وعاملهم السحر. كانوا هن سلفاتها، تخيلوا باعتين واحدة شحادة، عاطين هاي الشحادة فلوس، وقالوا لها ما بترجعي لتجيبي شيء من عندها. فهي على طيبة قلب عطيتها يمكن بنطلون أو عطيتها فستان، أخذوا هذا الفستان وريحة هاي المخلوقة فيه وشقفوا 60 شقفة. كل ما كانت تبطل سحر يساووا بسحر تاني، كل ما تبطل الثالث يساووا بالرابع، لحتى ما خلص هذا الفستان كله. وطبعا انكمشوا بالأخير وعرفوا وقعوا بالجرم المشهود بفضل الله عز وجل. نسأل الله تعالى العافية لنا ولكم. فخلينا ننتبه من هاي الأمور. ورح نسوي لكم حلقة إن شاء الله بالأيام القادمة كيف منميز بين الراقي الشرعي والناس الدجالين المحتالين، طبعا بناء على طلبكم. وأي حدا بيحب نساوي له حلقة عن أي موضوع نحكي فيه بتحبون نساوي لكم حلقة عنه إن شاء الله، اكتبوا لنا بالتعليقات، تابعونا على قناتنا باليوتيوب وشاركوها على نطاق واسع. نويناها إن شاء الله صدقة جارية في سبيل الله لأرواح أموات المسلمين أجمعين. يلي بحب يتشارك معنا الأجر والثواب ينشر على نطاق واسع ويشير البث ويتابعنا على قناتنا باليوتيوب وعلى قناتنا بالتيك توك. حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين.